بعد طول انتظار استاد النادي الأهلي وتصميم استاد ملعب النادي الأهلي، بعد 4 سنوات هيكون على أرض الواقع. 200 أسبوع هي دي الفترة اللي الملعب بتاع النادي الأهلي هيكون جاهز فيها لاستقبال مباريات النادي الأهلي. شفنا حفل في منتهى الجمال والروعة، شفنا حفل عالمي. الكابتن محمود الخطيب وشركة القلعة الحمراء بقى، وكل الناس اللي مهتمة بالموضوع واللي بتنفذ الموضوع، الشركات اللي هتكون منفذة. وحفل كده هنقول بقى مرة واثنين وثلاثة. الناس كتير كانت بتقول ده مش أول مرة، والنادي الأهلي كل شوية يعمل حفل للملعب والاستاد الجديد والكلام ده كله، لكن خلاص كلام نهائي 4 سنوات ويكون النادي الأهلي عنده استاد خاص بيه. شفنا تصميم الملعب، حاجة في منتهى الجمال، حاجة في منتهى الروعة، حاجة كده من الخيال. وهيبقى استاد حاجة يعني 42 ألف متفرج. طبعا السعة الجمهور كان نفسه تبقى 70 و80 ألف، لكن مبدئيا 42 ألف مشجع يبقوا موجودين في الاستاد هيبقى حاجة عظمة. هل في إمكانية بقى لزيادة العدد ده 10,000 أو 15,000؟ ده الكلام اللي لسه هنشوفه في الفترة اللي جاية، ولا هو ال 42 ألف ده هيكون عدد نهائي؟ الاستاد بيبقى مقفول من فوق، وحاجة في منتهى الجمال ومنتهى الروعة. وهيبقى فيه جامعة، وهيبقى فيه مستشفى وفندق، ويعني متجر خاص للنادي الأهلي بالخاص بمنافذ البيع والكلام ده كله والمنتجات النادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب والحفل كان رائع، وتكلم الكابتن محمود الخطيب عن حجم الضغوطات اللي كان في الفترة اللي فاتت، وحجم العمل والإنجاز عشان الناس تشوف هذا الحاجة الرائعة وتشوف هذا المنظر والتصميم الرائع لملعب واستاد النادي الأهلي. وبندعو طبعا بالشفاء للكابتن محمود الخطيب، فترة ضغوطات كبيرة جدا عليه في الفترة الماضية. وطبعا يعني الكلام خلاص بقى نهائي. كل الناس اللي كانت بتشكك في ان كل شوية الأهلي بيطلع يعمل حفلة ويطلع يتكلم عن استاد النادي الأهلي، خلاص يا جماعة، خلاص يا جمهور النادي الأهلي، بقى عندنا بداية وبقى عندنا استاد هيبقى يليق بنادي القرن، وهيليق بأفضل الأندية الإفريقية، والنادي اللي هو رقم واحد في إفريقيا، النادي الأعظم في القارة الإفريقية، أعظم نادي في الكون زي ما بنقوله. هيبقى النادي الأهلي عنده الملعب والاستاد الخاص به، ومنشآت أخرى هتبقى موجودة، وكل ده هيبقى في مدينة الشيخ زايد. نتمنى طبعا التوفيق. نتمنى أيضا أن نادي الزمالك يبقى عنده الاستاد الخاص به وجمهوره الكبير، جمهوره العظيم. نتمنى أيضا الأندية الجماهيرية، يعني يمكن أن الأهلي والزمالك لحد هذه اللحظة من أزيد من 100 أو 120 سنة او 115 سنه، الانديه المصريه زي الاهلي والزمالك ما عندهاش ملاعب خاصه بده. كان شيء صعب وشيء محزن لكل جماهير الكره المصريه. بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي. حفل كان في منتهى الجمال والروعه بمعبد حتشبسوت بالاقصر. وحضر الحفل كده ناس طبعا تبع الفيفا، وكأس العالم للأندية كان طبعا موجود. والنادي الأهلي استغل تواجد كأس العالم للأندية والإعلان عن التدشين، مش عايز أقول الإعلان عن تدشين، ولكن الإعلان عن بداية العمل في استاد النادي الأهلي. كل التوفيق للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية، ويظهر بقى هذا الاستاد إلى النور في 2029 إن شاء الله تعالى.